اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. فيديو جديد ويوم جديد. وطبعا قبل ما نبدا الفيديو احب اعرفكم بنفسي، انا نورة عماد ودي قناتي. القناه تعجبكم جدا جدا، خصوصا فيديوهات الفتره دي والفتره الجايه، يعني بما اننا بقى داخلين على رمضان، فعندنا بقى مشتريات كتير قوي، وعندنا كمان تنظيفات عميقه عشان دخلت رمضان. عندنا كمان ميزانيات وخزين باذن الله، يعني نكمل بقيه الخزين بتاعنا. فالفيديوهات الجايه تعجبكم قوي، اتمنى بقى تتابعوا القناه وتشتركوا فيها وتفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم كل فيديو جديد انا بنزله. ويلا بينا نبدا الفيديو. طبعا ما ننساش نحط لايك الجميل للفيديو، علشان اللايكات دي يعني بتثبت حضورك معايا، وكمان الكومنت القمر بتاعك بيثبت بقى حضورك معايا في القناه كده. ولو انت جديده معايا ما تنسنيش الكومنت، اهم حاجه علشان ارحب بيكي في قناتي. ويلا بينا بقى نشوف النهارده كده يومنا هيبدا ازاي. اول حاجه كده جبنا بقى فطار، وقلت ايه اجهز كده فطار للولاد علشان افطرهم يعني. وانا طبعا النهارده صايمه، النهارده الخميس، كل سنه وانتم طيبين. يعني انا بحب في شهر رجب وشعبان اصوم اتنين وخميس، رجب وشعبان بصوم اتنين وخميس، غير طبعا الثلاث ايام القمريه 13 و14 و15 في الشهر. لازم دي يعني حاجة كده عادة عندي بقالي كام سنة منتظم عليها. فلو انت بقى زيي يلا بقى نشجع بعض كده ومنفوتش ولا يوم ما نصومهوش. لو انت ما بتصوميش وبتكسلي فانا بقى حابة اشجعك، لسه قدامنا فرصة، قدامنا شهر شعبان كامل نصوم اتنين وخميس ونصوم الثلاث ايام القمرية. دي بقى يعني عادة كده حلوة تمشي عليها. بصي ثواب. لو عليكي ايام يعني عليكي ايام من رمضان اللي فات، صوميها بنية قضاء الحاجتين، قضاء اللي انتي قضاء الايام اللي عليكي، وبنية السنة. هتاخدي ثواب كبير قوي وعظيم طبعا، فخصوصا بقى في الاشهر الحرم يعني. فقلت بقى افكركم بيها، كان نفسي افكركم بيها باول شهر رجب بس يعني غصب عني بصراحة. فيلا بقى كده نشجع بعض، واللي مش بتصوم تنتظم وتصومهم. وصدقيني راحة وطمأنينة يعني فوق ما تتخيلي. ده طبعا مع الصلاة في وقتها، اهم حاجة في وقتها وما تكسلوش. انا من الناس اللي كنت بكسل جدا، بس الحمد لله يعني بحاول على قد ما اقدر يعني اجاهد كده واصلي صلواتي في وقتها. وربنا يعيننا جميعا يا رب. قلت بقى كده جهز معاكم الفطار سهل وسريع، بس ايه للولاد، انا بصراحة انا بس اللي صايمة يعني. فقلت طبعا اكيد هما مش هيصوموا زيي، فمش هذنبهم يعني معايا يفطروا معايا على المغرب والكلام ده. جهزت لهم بقى كده فطار بقى سريع، جبنا بيض ولانشون وجبنة وكمان مخلل. والعيش الشامي ده بقى حياتهم بصراحة، هو اكتر حاجة بتاكلهم العيش الشامي يعني. لكن بقى لو في عيش بلدي او كده ما بياكلوش. حتى نلفينه بقى الفترة دي تحسه عامل زي اللبانة كده مش طبيعي. لكن بقى العيش الشامي يعني اكتر حاجة بتخليهم ياكلوا بصراحة، فبقيت ايه اعتمده على طول. جبنا كمان كيس شيبسي كده من الكبير ده، وده طبعا يعني انا لازم طول ما انا باكل يبقى جنبنا كيس الشيبسي ده، الحاجة الوحيدة فعلا اللي بتاكلني انا عن نفسي. فقولي لي بقى ايه رايكم في فطار النهارده. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم، ما تنسوش تحطوا اللايك للفيديو. انا الفيديو لسه قدامنا طويل، بس انا بفكركم تاني باللايك علشان في ناس كتير بتتفرج من غير ما تحط اللايكات ولا الكومنت بتاعها. فالكومنت ده بقى اللي هيثبت حضورك معايا في القناه، وهيخليني اخش ايه ارحب بيكي. فيلا بينا بقى يا احلى خوات في الدنيا. هنعمل ايه بقى؟ خلاص بقى جهزت لهم فطار وفطروا، ودخلت بقى الاوضه هنا مع نفسي اروقها. هنا الاوضه بقى لهم كام يوم كده بيناموا فيها، بس بصراحة الجو فيها سقعة. فطبعا زي ما انت شفتوا كده في اول لقطة دي انا حاطة على الستارة بتاعتي عشان شيفون، فحطيت عليها الكوفرتة بتاعت السرير الكبير. قلت تحميهم ايه من الهوا شوية وتدفي الأوضة شوية يعني. وبصراحة دفت الأوضة يعني فوق ما انتم متخيلين، فرق شاسع. بإذن الله عايزة ابقى انزل كده اجيب لهم ستارة هنا تقيلة، لان انا عندي ستارتين اطفال بس الاتنين خفاف. فعايزه انزل اجيب ستاره تقيله احطها ايه على الشباك ده طول الشتاء، علشان خلاص بقى هما كبروا ومش هينفع ان هما يناموا جنبي، ولازم بقى يتعودوا يناموا في اوضتهم. فقلت بقى كده ايه اجهز لهم الاوضه بحيث ان هم يناموا فيها كده ويكونوا متدفيين وما اكونش قلقانه عليهم، يعني حتى لو حد فيهم شال الغطا من عليه وهو نايم فبرضه يكون ايه في دفى في الاوضه. بصوا بقى ده المنظم الجديد اللي انا جبته، كنت لسه برص فيه طوبق لوسيندا وكده وبظبطه. فهخلص بقى وانضف الدنيا اللي على التسريحه دي واحطهم تاني. هنا بصوا بقى هس الكوفرتة زي ما قلت لكم، راح اقول لكم الستاره بتاعتي يعتبر. هنا بقى بصوا اتعذبت عقبال ما نزلت المفرش القطيفه ده من على الدولاب. الدولاب عالي وما عنديش حاجه اقف عليها تكون عاليه يعني.
فوقفت بقى على السرير وبص بالمساحة كده لحد ما نزلته. محمد كمان ما كانش موجود، فانا ايه اللي نزلته. طلعت بقى كده المفرش بتاعهم، على طول مالك يقول لي ماما ايه اللي فوق ايه اللي فوق الدولاب يعني في الكراتين دي، علشان في كرتونة تانية عليها رسومات اطفال وكده، فهو يعني عايز بقى يشوف ايه اللي جواها. فقلت له اخيرا يا مالك هتشوف ايه اللي جوه الكراتين. نزلت لهم بقى المفرش القطيفه ده. وهنا انا بقى كنت مبدله، يعني المفرش القطيفه مبدلاه مع المفرش بتاعي انا بتاع الاوضه بتاعتي. هو مقتنع اللي هو لا، عايز المفرش اللي في الكرتونه التانية اللي عليها ميكي وكده. المهم يعني نزلت بقى المفرش ده، وقلت بقى اشيل الكوفرتيات. انا الكوفرتيات فرشاها بقالي فتره، بقالي بتاع اسبوع تقريبا، اسبوعين تقريبا، اسبوعين او 10 ايام. بس بصراحة مش بتدفي تحتينا، يعني هو لازم مفرش او دفاية على السرير، هي دي اكتر حاجة بتدفي الأوضة. فقلت بقى كده ايه، افرش لهم بقى المفارش اللطيفة القمر دي. بص الطقم بتاعي تحفة جدا، بحبه قوي. يعني اكتر حاجة في المفروشات عندي بحبها، خصوصا بقى اللي انا جايبة المفرش يعني نفس أوضة الأطفال عندي. أوضة الأطفال عندي كيتي، وانا جايبة المفارش كمان رسمة كيتي يعني. فبص شكلها حلو قوي، قولوا لي ايه رايكم فيها وايه رايكم في اللون. اللون طبعا برضو مختاره نفس الدرجات بتاعه البينك وكده عشان لون الاوضه يعني. هنا بقى كده خلصت فرشت اول سرير. ودي بقى اللحظة اللي انا بحبها، طالما السرير اتفرش كده بحس ان انا خلاص ملكت الدنيا كلها. بحس ان انا خلاص بدأت انجز كده، فاهمين اللي هو انا خلاص في النهايات يعني، فاضل الارض اكنس وامسح وافرش على طول. بص انا هنا عدت التصوير تاني عشان مش عارفه الكاميرا كانت مبكسله. فقلت بقى اقول لكم كده منظر المفرش، قولوا لي ايه رايكم فيه. بس هي رسمه كيتي كده، ومش عارفه دي عربيه فشار ولا بونبوني تقريبا، فشار ايه، عربيه بونبوني. بص بقى هنا كنت كنست الاوضه زي ما قلت لكم، يعني زي ما شفتوا كده معايا بالمكنسه على طول. وبصراحه ما مسحتش بالامانه، يعني ما مسحتش. الجو كان ساقع جدا اليوم ده، يعني الروتين ده كان الجو فيه كان ساقع جدا، فهو بقى ايه اللي انا عايزه اخلص بسرعه. هنا بقى دي السجاده بتاعت الصاله بره، ركناها في الجنب كده. والتسريحه بقى هنا كده نظمتها بالشكل ده. قولوا لي ايه رايكم في المنظم القمر ده. ده اللي جبناه مع بعض في مشتريات رمضان. عايزه لما انزل تاني اجيب 3 4 احطهم بقى في الدرجه كده، يبقى شكله حلو قوي لما يكون لمم كده كل نوع توك لوحدهم. هنا بقى الرومتين حطيتهم هنا كده اسمه ايه ده، مش فاكره اسمه ايه، توي ستوري. والله مش فاكر، لا ده اللهم صل على النبي. الكرتون هو اللي اسمه توي ستوري، مش فاكره ده اسمه ايه والله، صدقوا نسيت. ما علينا. او اسمه وودي رجعت له بقى ايده تاني زي ما كان ساندها كده عشان ما يزعلش مننا. وقلت بقى هنا ايه اغير بقى الكيس بتاع الباسكت ده، عشان كان مليان بقى، هي الباسكت ده يبقى مليان بقى ايه، اكياس شيبسي، استفندي، الحاجات دي فاكهه بقى والكلام ده. فشيلته بقى كده رميته وحطيت ايه كيس جديد. وهنا بقى ده كيس العاب البحر. قولوا لي العاب البحر بتعمل ايه في الشتاء، انا مش عارفه. عيالي دول يعني ما يعلم بهم الا ربنا مطلعينه مش عارفه ليه. فشيله تاني كده مكانه، وشلت بقى الكتاب بتاع مالك دوت اللهم صل على النبي جزء عامة، حطيتهم تاني مكانهم علشان هو بيحل فيه ساعته وهو قاعد يعني. او لوسيندا، يعني هي لوسيندا بالاخص، يعني هي اللي ماسكه الكتاب الصغنن ده، على طول هرياه ايه كتابه. فهي حاطاه في المكان ده فسيبته زي ما هو يعني. بس هنا بقى مالك كان مش عارفه كان بيعمل ايه، كان هو لازم يرخم عليا وانا بصور، فهو مرضتش ازعله وخليته بقى ايه يطلع معانا كده. فيلا بقى ما تنسوش بقى اللايك علشان خاطر مالك. بصوا بقى ايه رايكم في الاوضه لما خلصت. بصوا فرق شاسع. عايزه اقول لكم المنظر اللي انتوا شفتوه في اول الفيديو ده في الاوضه، انا المنظر ده عندي يوميا يوميا حرفيا ما بيتغيرش. كل يوم نفس النظام، اقوم اروق. بس بصراحه بقى الاوضه دي يعني الى حد ما منضفه لي بقيه الشقه يعني. بصوا اوضه النوم انا كنت عاملاها معاكم من كام يوم تقريبا، والحمد لله يعني لسه محافظة عليها الحمد لله، لان هم خلاص ما بقوش يناموا هنا. فهم الأوضة اللي بيبقى موجودين فيها دي تعرفوا ان هي يعني بتبقى مقلب. فالأوضة بقى هنا نظيفة كده زي ما هي الحمد لله، ما فيهاش اي حاجة. بنخشها بس على النوم، وبطلع يعني بصحى بقعد معاهم بنام معاهم. ساعات يجولي بالليل يناموا جنبي شوية، وبعد كده بقى ايه بنروح تاني اوضتهم برضو. خلصنا بقى الأوضة كده. ومش هعمل حاجة تاني غير الأكل، فاضل بس اعمل أكل في السريع كده وخلاص. هنا بقى كان عندي قرنبيط، واللهم صل على النبي، قلت ايه هقليه بقى كده في ثواني، اسهل اكله بالنسبه لي يعني، سهله وسريعه وما فيهاش اي افتكاسات.
بدأت بقى اللي انا احط القرنبيط كده يتسلق على البوتاجاز. طبعا مليت حلة فيها شوية ملح وشوية كمون، وهنزل بقى ايه بالقرنبيط علشان اسلقه. طبعا بيتسلق اللي هو مش مهري، يعني اكيد انتوا فاهمين قصدي ايه في سلق القرنبيط، اكيد مش اول مرة تعملوه يعني. بس انا قلت كده ايه اشارك معاكم يومي. هتسلقوه اللي هو 3/4 سوا يعني، فاهمين. هنا بقى جبت شوية دقيق كده، وانا مش بعاير الدقيق، انا بحط كده بالبركة. حطيت دقيق، حطيت شوية فلفل اسود، شوية كمون، شوية كركم، مرقة ماجي. بصوا الدقيق حاسه اللي هو هيكون قليل شوية كده، فهزود تاني يعني، حاسه اللي هو لا محتاج سنة كمان. حطيت له كمان شوية ملح صغننين كده، علشان الماجي بتبقى مالحة، فخلي بالكم من حاجة زي كده. هنا بقى هزود مية كده واحدة واحدة، وطبعا في ايدي التانية يعني المضرب بتاع البيض، علشان ايه الدقيق ما يكلكعش ويفك معايا بسرعة. بصراحة أكلة سهلة وسريعة وما تاخدش وقت خالص. حطيت كمان بيضة، بيضة بقى أو بيضتين على حسب الكمية اللي انت هتعمليها. طبعا منضفين طبعا خضرة وغسلينها ومقطعينها كمان صغننة، علشان نحطها برضو على الخلطة. هنا بص بقى القرنبيط كان خلاص قرب يستوي. بص لونه عمل ازاي، اللون الأصفر ده أكيد بسبب الكركم يعني، مش بسبب قصدي الكمون، أكيد مش حاطة الكركم. وريتكم بقى القرنبيط كده وهو بيتسلق، وهو بس بياخد 3/4 سوا كده، وبطلعه عشان ايه ما يتهريش مني وانا بقليه، واعرف اقليه واتحكم فيه براحتي. حطيت بقى هنا كده سنه بيكنج باودر، وهنزل بقى كده بالخضره وهقلب كده، يعني احلى خلطه قرنبيط. طبعا لو عندكم كركم حطوا زودوا سنه، يعني خلوا اللون يكون اصفر كده، يكون شكله حلو قوي. وكمان لو في شويه نشا برضو هتبقى حلوه قوي، هتخليه كده مقرمش، بس انا ما كانش عندي فما حطيتش. بس بصراحة النشا بتخليه حلو قوي، بيبقى فاتح كده ولونه جميل. هنا بقى اللهم صل على النبي، كنت هقول لكم ايه. هنزل بقى بالقرنبيط كده في اللهم صل على النبي، هنزل بالقرنبيط في الخلطة بتاعتي وبس كده، يبقى على الطاسة بقى، مش عايز اي حاجة تاني. قلت لكم لو في شوية نشا تحطوا، لو في شوية كركم زيادة برضو تحطوا، هيخلي اللون حلو. دي التكات يعني بتاعت اللي انا بعملها. بس كمان لو فصين توم، انا مش عارفه، انا تقريبا حطيت التوم على فكره ان لازم احط فصين توم. بس في الغالب يعني متصورش ولا ايه، مش عارفه. فصين توم كده صغننين كده، وحطيهم برضو في الخلطه، بتديها طعم حلو قوي. هنا بقى كنت بقلي كده على طول وبطلع قدامك، يعني عشان بقى ايه لما بروح على على البوتاجاز بفضل رايحه جايه رايحه جايه، فقلت لا انا اثبت التليفون هنا واوريكم على طول. هنا بقى بصوا الارنبيط شكله تحفه تحفه تحفه، يعني يستاهل بقكم. عايز بقى شويه سلطه جنبه وشويه مخلل وشويه اللهم صل على النبي، عيش شويه ايه، شويه كام رغيف عيش كده. وبس كده بألف هنا وشفا على قلوبكم. اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم. ما تنسوش تاني الناس اللي بتتفرج من غير ما تحط لايك بتزعلوني منكم بجد. حطوا لايك للفيديو، وما تنسوش الكومنت القمر، انا بشوف كل واحده بتحط لي كومنت وكل واحده بتحط لي لايك، فبجد بفرح بالناس دي قوي، وبفضل فاكراكوا يعني، بفضل فاكره اسم واحده واحده اللي بتحط لي لايك واللي بتحط لي كومنت. فاتمنى الفيديو يعجبكم. وما تنسوش اهم حاجه تصلوا على الرسول في الكومنتات، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وكمان عايزه اقول لكم كل سنه وانتم طيبين. بمناسبه يعني ليله الاسراء والمعراج، خلاص بكره هتبدا ليله الاسراء والمعراج. فاتمنى بقى اليوم ده يعدي علينا كده بخير وصحه وسعاده، وبس كده مع السلامه.